تنتظر الجماهير العربية وعلى وجه الخصوص السعودية بفارغ الصبر مواجهة الكلاسيكو بين اتحاد جدة والهلال، وذلك في الجولة الخامسة من دوري السعودي. ستقام هذه المباراة يوم الجمعة الأول من سبتمبر على أرض ملعب استاد عبد الله الفيصل ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي. فريق اتحاد جدة يتصدر جدول الترتيب في الدوري السعودي بفخر، حيث حقق انتصارات في الأربع جولات الأولى من البطولة، مما جعله يمتلك 12 نقطة. أما فريق الهلال فهو يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، تأتي من 3 انتصارات وتعادل. وسبق للفريقين أن تواجها في منافسات دور ربع النهائي ببطولة الأندية العربية، حيث ابتسم الحظ لفريق الهلال وفاز بالمواجهة ب3 أهداف لهدف. وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن تكليف طاقم تحكيم قادم من جواتيمالا بإدارة هذه المباراة المهمة، وسيترأس هذا الطاقم الحكم الدولي ماريو إسكوبار.